بال2001 رحت للأردن، أريد أروح أشتغل هناك، كنا قرابة بالأردن، ووديت له رسالة ويسواق، وجتني الرسالة طاني عنوانه، وصرت أروح أنا أشتغل غادي. المهم لملمت أغراضاتي بطيطانية ومخدة لفوها لي، قول هسه رايح للأردن تأل من ماخذ لك بطانية ومخدة، ما أخذ فريش وياي. وسوت للعجوز كليجات، كليجة احنا نسميها قبل كاكول، سوت لي كاكولات وصلبات تقول حصوات لا طق لك واحد بيهن تفشخه، وحطت هني لي بعليليجه. المهم خذت كاكولاتي واخذت بطيطينيتي ومشيت، ولابس دشداشه بيضه وستره واصله لركبي، وشماغ لافه شراوي، وصعدت واي واحد من اهل المكاتب، صعدت ومشيت للاردن. وصلت لغادي الستره دشداشه ستره لابوي وطاني اياها لي، يمكن عمرها 16 سنه اظن تنينتي هي الستره. المهم وصلت للاردن لغادي، والرفيجي يابا وين اكو شغل؟ قال اقول لك ما اشوف المطعم هذا. طبعا الرايحين للاردن يعرفون المطعم، سابقا كان من طلع كاظم الساهر من العراق كان يغني بيه. رحت للمطعم لقيت مدير المطعم سوري، يابا السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قلت له والله بدي اشتغل، هم يسمونه لابدكم شغيل. قال يا زلمه شو اسمك؟ قلت له اسمي جاسم. قال الله يرضى عنك يا قاسم، بدك بتشتغل؟ قلت له بدي اشتغل. قال بتروح للحلال، تسرح بالحلال، بتعطيه ماي، بتعطيه طعام. قلت له تمام هذا هو خويا، هاي شغلتي بعد حلال ويا شغلتي هذا خويا، ما صير المدير بالمطعم خويا. رحت لهناك قمت اعلف بشويهات وهذن الذبايح والخنازير، اعطيهن علف اعطيهن ماي، يوم ياخذون من عندهن. ذاك يوم خذيت لي 5 ايام طقت روحي، قلت خلنا اجرب للمطعم غادي اشوف شنهي ما شنهي. ورحت خويا مسرسح على المطعم، وصلت بصف المطعم اشجار وبحيرات وملاعيبي، مطعم راقي فوق جبل. والله وشوف واحد قاعد وواحده مسامحه على رجله ويلعب بشعرها ويسولف وياها، وانا يا ثوب منشقق لا منعول والدين يلعب شعر المراه، وانا اخوي عندي حصيئه هيك، وانا انفلت عليه. قلت له ولك ابن النعال تايهه؟ خو ما تايه ولك يم المطعم، ادري مطعم ابوك شنو مالتك بيه؟ يم المطعمنا ولك هنا وتلعب حاط البنت تلعب شعرها، وين ابوك انتي وين اهليك؟ خويا قاموا لانهم يتراطنون اجانب، وات ما ادري شنو هذا خويا، وانا افوت لك عليه السل قبل شو اسمه شطب ما ادري شنو، ما ادري شتم بيه ما ادري شو يسوي. والبنيه هذيك تصيح اي ماي جود، لا هاي ماي جود ولا اخوي، زفيتهم ولا وشردوا. وصلت السالفه لمدير المطعم لزمني طردني، حرمصت لو ما ادري شنو، ربع وياي توسطوا ويا معود وتوهمت والله ما ادري لبالي ما اصير. المهم رجعني، هم خذيت لي بالعشرة ايام، هم طلعت اخشخش، قلت خلنا ولي اروح اتنوع هسه بعين اتنوع. والله اخويا اجيت يوم المطعم واشوف اكو طاوله بالاشجار عليها قلاصات مال عصير، قلاص كبير هيك كلش. والله قربت القلاص ما حد يمه، والقلاص ظل مطروح على الطاوله وبيص وينده. اي وانا عطيشان، قلت الله جابه لي هذا خويا، لزمت القلاص صفقته كله. انا صفقته مو ذوق عصير ما ادري شنو، ذبح بلعومي. بس انا خلصت وجهي قام ينغمش، انا خفيت كان نرد طيرا. قمت اضحك ويا روحي ما ادري شماني. بين هذا العصير يخلطون عليه مشروبات كحوليه ومشين شاربين من عندهم خلينا، وانا اجيت كفخت اخويا. من ارتاح بالي وصفت، حتى الالام مال المفاصل راحت، ظهري كان يوجعني كل شيء ما بيطاب. صار عندي راي اروح للمطعم، سمعت الفرقه الموسيقيه دقت والمطرب يغني، استانست، قلت خلنا اسير، ادري مسير على خوالك انت، اسير على فرقه موسيقيه بمطعم 7 نجوم، يلا خلنا نروح. رحت خويا اجيت طبيت، اجيت لقيت اشكال البشر، النسوان ما شايف هدوم. والله خويا طبيت تلفت يخزرون بي، وانا السلام عليكم ولا واحد رد علي السلام. يولون شايش اللي شغل بيهم. انا خويا شفت له طاوله فارغه وترندحت عليها وتنوع للفرقه الموسيقيه. والمدير شافني اجاني طاير، شو ابو قاسم شو هون شو بدك؟ قلت له شنو بدي؟ ما عندي شغل، جاي اتونس. شو بتتونس يا زلمه انت شايف حالك؟ انت شنو شايف حالي؟ شبي انا ايش ناقصني يعني حتى شايف حالي؟ انت احسن من عندي؟ خلاص يا زلمه خلاص على اني اطلع من المطعم. ما طلعت يا معود، رادوا من عندي ماكو. دفعني اخوي دفعني، وانا سطر براشدي، انا سطرت براشدي وهو لقفني منين من ستيرته وطبقها على زردوم اخويا، وخبزنا 3 بوكسات على خف ايده. وجهه قمت ما هيس بي، مدري وين راح وجهي. المهم خويا وتجيني واحده طايره من هناك تقول لابسه صايه، خويا جيت لك تركض،
شو الله لا يوفقكم، شو بتضربون هذا، مو حرام عليكم، مو مدري شنو. المهم خويا قامت تغلط علي وشالت راسي خطيه حطيتها على رجالتها، وانا ردت رويحتي الصديق كذي، وقامت جابت كلينس قامت تمسح بوجهي، وجهي كله دم، وقامت تمسح بوجهي. الله لا يوفقك. المهم خويا قومتني، قمت اخذتني عندها مرسيدس ماروني، جابتني خويا حطتني بالمرسيدس، قالت شو بتشتغل يا زلمه انت بتشحط؟ قلت لها يا هبه شنو اشحط؟ رجال اشتغل له باب الله هنا بالمطعم. المهم قالت مين قرايبينك هون؟ قلت والله ما عندي قرايب، عندي هاي ابن عمي هنا وهذا رقم تليفونه. قالت اعطيني يا اخوي، اعطيتها خطيط هيك كاتب رقم تليفونه. المهم تجيبني لابن عمي وذبني عليه، هاي ولد خيره. قلت له والله اخوي هاي السالفه. انا شو رحت، قال ابوي شو تونس انت مريض؟ لابس نعال لاستيك ودشداشه، سترتك لركبك، رايح لمطعم 7 نجوم، رايح تقعد تتونس بنص الزباين، شلون هيك؟ قلت ايش مدريني انا اخويا، قلت له انا شربت القلاص عصير وهاي السالفه صارت بي. هسه شو طار من راس القلاص العصير، هي هاي اول مره واخر مره. الله لا يوفقهم حتى ما مسوي. والله اخويا ظلك عند رفيج اسبوع نايم راسي ثايل، ومن هالدوره رحت ولي طلعت للصحراء سارحت راعي، واخلص اخذت لي بالسنه تقريبا سارح راعي لمن روحت له.